إسرائيل من كام يوم كده عملت بالذكاء الاصطناعي محاكاة تخيلية بضرب السد العالي عشان احنا كمصريين نخاف. يقوم ايه بقى؟ احنا كمصريين طيبين وأمرا بس كيادين. نعمل ايه بقى؟ نعمل برضو بالذكاء الاصطناعي محاكاة ضرب أكبر مفاعل نووي في إسرائيل، تحديدا في مدينة ديمونة، بالظبط أكنك في نهاية إسرائيل، ونجيب الجيش المصري والقوات الجوية اللي هتمهد وتنفذ العملية، والصاروخ المصري اللي لسه محدش كتير يعرف إن مصر تمتلكه أساسا، وهو نصر 9000 أو أم القنابل المصرية. إيه بقى الأضرار؟ محو المدينة بالكامل بقطر 10,000 كيلومتر. القنبلة ديت للي ما يعرفش قوتها تعادل قنبلة نووية ولكن بدون إشعاع. وعلشان إحنا كيادين جبنا الرئيس بنفسه من غرفة العمليات بيتابع ضرب المفاعل من غرفة عمليات القيادة العليا للقوات المسلحة. وطبعا لازم نجيب نتنياهو، أما يعرف بالصدمة تقريبا هيجيله أزمة قلبية. افتخر دايما إنك مصري وتحيا مصر.